السلام عليكم. النهاردة هنعمل بقى الطعمية في القلاية الهوائية. ودي الطاسة بتاعتها هنحط عليها معلقة زيت. معلقة زيت كبيرة يا جماعة، وبنبتدي بقى بالفرشة كده نوزعها في كل الطاسة. نبتدي بقى نعمل ناخد العجينة بتاعت الفلافل، وفي دي يعني زي ضغط كده للعجينة، بطلعها كلها مقاس واحد. فبحطها فيها الأول شوية سمسم، وبعدين أحط العجينة. هو بحط السمسم وبعدين أحط العجينة. طبعا انا استخدمت معلقه كبيره، انت ممكن تستخدمي الصغيره، لان انا طبعا لما اكتشفت كده، بس انا ما كانش ممكن بقى اطلع من التصوير، فكملت بقى بالمعلقه الكبيره. وبدات اقلل بقى الكميه شويه وانا باخدها. مش زي اول مره، يعني دايما احط السمسم في الاول، وبعدين احط العجينه على قد طبعا دي لها فراغ كده ويد بتنزل لتحت، وبكبس بيها بقى. وانا بضغط على المكبس بحيث ان انا انزل، فكل الفلافل بتطلع او الطعميه بتطلع بمقاس واحد. ببتدي بقى. طبعا انا كنت عملت لكم عجينه الفلافل قبل كده في فيديو، وعامله برضو فيديو تاني. لو ما عندكيش القلايه الهوائيه ممكن تعملي الفلافل برضو بمعلقه زيت في الفرن. برضو حاطه هحطه في صندوق الوصف الرابط بتاعه. وانتي لو دخلتي برضو ممكن تلاقيه بكل سهولة. بعد خلصت بقى تشكيل كل العجينة، بجيب برضو شوية السمسم وابتدي ارشه بقى كل شوية كده على قرص الطعمية. يعني اوزع كده بحيث ان انا كله يبقى من القرص من تحت ومن فوق معمول بالسمسم. طبعا كل دي حاجات بتزود قيمة غذائية. انا برضو بقى حاطة بيضة في العجينة بتاعتها، علشان برضو القيمة الغذائية بتاعتها تبقى احسن من غير بيض يعني. ممكن تعمليها من غير، يعني انا شخصيا بحبها كده يعني. بتيجي بقى معلقة الزيت كده وبالفرشة بسيط قوي، يعني يا دوب برشرش كده بايدي بسيط خالص، ما بضغطش على العجينة عشان ما ببوظيش المنظر والتشكيل اللي احنا عاملينه. فيا دوب بلمسها كده يعني بالفرشة بالزيت، عشان ادي الوش اللي فوق ده نقطة زيت كده صغيرة عشان ايه تتحمر بسرعة. إيه زي ما انت شايفة الكمية بتاعت الزيت اللي احنا بناخدها مفيش معلقة زيت. وطبعا احنا بنقول ان الزيوت دي بتأثر على الانسان، وغالية يا جماعة، غالية يا جماعة. خلاص كده الفلافل وكده خلصت اهي. وده كان فطارنا الصبح، ودي الطريقة طبعا بسيطة وفي منتهى السهولة.